ثلاثيات الاهلي ما بتخلص. ثلاثيات في السله، الاهلي بياخد الكاس في اليد. ثلاثيات الاهلي في كره القدم ما بتخلص. فبالله عليك اذا عجبك الفيديو ما تبخل على باللايك والاشتراك وتفعل الجرس وخلينا نبدا بيها الصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثلاثيات الاهلي شغاله. امبارح الاهلي كان بيلعب فاركو، راح مديله ثلاثيه. فاحنا شغالين دلوقتي ثلاثيات ايه؟ زي الفل. محمد شريف بيجيب جون، الثقه بترجع تاني. كندا بقى لو في حاجه، كندا مش ياسين المره دي قاعد قدامي كده ساكت. محمد شريف بيجيب جون، الثقه بترجع له تاني. علي معلول طبعا مع محمود متولي بيجيب جون بعد الاصابه والرجوع للتشكيله الاساسيه، برضه الثقه بترجع له تاني. علي معلول حدث ولا حرج يعني. علي معلول ده انا معايا ليه احصائيه هقول لك عليها، بس بالله عليك ما تبخل عليها باللايك بالله عليك. طبعا الظلم التحكيمي كالعاده. احمد يعني يا جدعان الاجوان ما بيشوفهاش. يعني احمد القندوسي جاب جون صاروخ، مدفع رمضان امبارح. الحكم بيلغيه بتاع التسلل. يا حلاوه، فين التسلل؟ واصلا ما كانش متداخل فيها، ده راجل فوتها، ده ما لمستهوش ولا خد عين الجون. بس يا بابا، ولا خد عين الجون ولا لمسته ولا اي حاجه. دي الكوره الراجل راح مفوتها، فتح رجليه راح مفوتها. لا اتحسبت اوفسايد. اتحسب اوفسايد ليه؟ عشان خاطر الاهلي ما يتحرم من الجون الجميل ده. بس احنا كجمهور الاهلي خلاص احنا اعتمدنا الجون ده. الجون بتاع احمد القندوسي احنا خلاص اعتمدنا الجون ده. يا عم تسيبه يا عم، ما المباراه سهله والدنيا سهله. حتى الراجل كان يرجع لمستوى، يعني الراجل يبتدي بقى يقول بقى. يعني القندوسي ده قندوسي حلو على فكره. يعني القندوسي كويس. والف سلامه طبعا على محمد كريستو. انا ما اعرفش يعني هل ده خوف؟ يعني الاصابه اللي جات له دي خوف ولا هو رجليه التاني التحتيه؟ انا مش عارف. بس الاهلي امبارح كان بيقدم عظمه الصراحه. رغم الشوط الاولاني اتفرجت على شويه منه. الشوط الاولاني تحس ان فاركو هو اللي بيضغط على النادي الاهلي لحد يا دوبك اول 10 دقايق كده، اول ربع ساعه. بعد كده الاهلي تسيد المباراه خالص. والاهلي يعني كولر ده الله يبارك له الصراحه، بيعمل روتيشن والدنيا ماشيه معاه. تجرش. بص الروتيشن ده بيبقى صعب وسلاح ذو حدين على فكره. انت بتريح اللعيبه وفي نفس الوقت انت اللعيبه اللي بتلعب مع بعضها، اللعيبه اللي موجوده في الملعب ما بتلعبش كتير مع بعض. فده سلاح ذو حدين. فالراجل ربنا كرمه. ليه؟ الراجل سالك لله. انا معايا احصائيه ليه. الراجل ده لو في الزمالك، عارف البروف اللي مشي دوت اللي ضحكوا علينا وقالوا بروف يعني الكلام الفاضي ده، كان عاملوا منه تمثال. احصائيه. راجل ارقامه كلها مميزه. مارسيل كولر مع الاهلي يا سيدي. انا افهمك الجمهور الاهلي حاجه، والجمهور التاني اللي ما بيفهمش حاجه تاني. احنا معانا مارسيل كولر لو وقع ماتش او ماتشين هما لا بيمجدوا. ده ممكن استغفر الله العظيم ربي يعبده والعياذ بالله. بص يا سيدي، الاهلي مع مارسيل كولر لعب مع الاهلي تحت قياده مارسيل كولر. احصائيه خفيفه كده بس بالله عليك اعمل لايك بالله عليك. الاهلي تحت قياده مارسيل كولر لعب 35 مباراه. 35 مباراه. فاز بقد ايه؟ ب 26 مباراه. فاز ب 26 مباراه. نسبه الفوز 73%. يعني 72 73%. تعادل 6 مرات بس. هزيمه خسر 4. اوعى تنسى 2 في كاس العالم. ريال مدريد اقوى فريق في العالم، مش فاركو بقى. بنخسر من فاركو وبنخسر مش عارف من غزل المحله، ونخسر الخسارات اللي شغاله الناحيه الثانيه. احرز مارسيل كولر تحت قيادته في النادي الاهلي احرز 71 هدف. ودي نسبه كبيره جدا على فكره. 71 هدف. استقبلت شباكه كام؟ 26 هدف. شباك نظيفه 20 مباراه. الشناوي شباك نظيفه 20 مباراه. حصل مع الاهلي على بطوله الكاس والسوبر. خدها من بيراميدز وخدها من الزمالك، اقوى فرقتين في الدوري. حقق بقى ثلاثيات في 10 مرات. الراجل ده بيمتعنا بالثلاثيات بتاعته. 10 مرات مارسيل كولر بيحقق ثلاثيه. العاشر مره في الموسم ده. متصدر ترتيب الدوري طبعا بلا اي هزيمه. مفيش هزيمه. اقوى خط دفاع، اقوى خط هجوم.
ده العادي بتاع النادي الاهلي يعني. صعد لدور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا، فاز على الزمالك مرتين منهم السوبر وفي الدوري، وفاز على بيراميدز مرتين منهم الكاس والدوري. يعني راجل ارقامه كلها يعني ما شاء الله عليه. انا بقول لك الراجل دوق، الراجل دوق. لو في الزمالك كانوا قالوا عليه حاجات تانية، اه والله كانوا قالوا عليه حاجات تانية خالص. لا الراجل ده غير، وجايبين واحد محسين، كل ما اشوف اخباره محسين ان هم جايبين جوارديولا، جايبين يورجن كلوب بتاع ليفربول. انا ما اعرفش عمالين لا ده ازاي يجي مصر وازاي هي يدرب الزمالك، احنا اتفاجئنا، احنا مش عارف ايه، احنا مش عارف ايه. فالراجل ده ما شاء الله عليه، ربنا ان شاء الله ييسر له الحال كله يفضل على طول، يبعد عنه العين بقى، لان الناس دي عينها صفرا وصفرا قوي. تعال اقول لك بقى على علي علولي كده معلش يعني، عشان برضه عملت له احصائيه كده، عشان علي معلول ده اسطوره، اسطوره تونسيه على ارض مصريه. اسطوره تونسيه والله، ومن احسن المحترفين اللي جم مع النادي الاهلي. علي معلول يا سيدي مع الاهلي لعب 237 مباراه، سجل 43 هدف، عمل 72 اسيست. بص الارقام، احرز مع النادي الاهلي 14 لقب، حقق الدوري المصري اربع مرات، كاس مصر 3 مرات، السوبر المصري 3 مرات، دوري ابطال افريقيا مرتين، السوبر الافريقي مرتين، برونزيه كاس العالم مرتين. شفت لاعب، شفت انت لاعب بس يا كندا، شفت انت لاعب عنده الارقام دي؟ باك ليفت. فيعني بص الارقام دي، لا ارقام مش مع واحد باك ليفت خالص. والله ده واحد كده مهاجم، واحد بيلعب جناح يمين كده. اسطوره علي معلول، اسطوره. برضه لو في حته ثانيه كان عملوا منه مش عارف ايه. والله اديك شفنا ساسي كانوا بيعملوه ازاي، واحده بعد حلقها وواحده مش عارف عملت ايه عشان خاطر يجدد. اديك شفت اشرف بن شرقي عمل ايه عشان يجدد، وكانوا عاملين منه ايه. تعال انت شوف المحترفين بتوعنا ما شاء الله عليهم، لان هو انت جاي عشان تلعب، انت جاي عشان تلعب في النادي الاهلي وتأدي في النادي الاهلي، لان هو ده دورك. انت جاي النادي الاهلي هيضيف لك، مش انت اللي هتضيف للنادي الاهلي. ادي علي معلول يا سيدي. الاهلي امبارح في كرة اليد طبعا كان اول امبارح واخد الزمالك على وشه، كان واخد الزمالك على وشه. ليه؟ في الدور قبل النهائي في كاس مصر كسب الزمالك. انا اتفرجت على الماتش ده وكان ماتش جميل الصراحه، كان ماتش حلو من الفرقتين. خلاص حته كعب العالي خلاص بقى، لان الزمالك كان كعبه عالي على الاهلي في كره اليد. لان يعني في الاخر كمان انا لاحظت الزمالك خلاص، عارف انت شغل فردي، الاهلي بيلعب جماعي زي كره القدم بالظبط. الاهلي بيلعب جماعي، الزمالك كان بيلعب فردي. احمد الاحمر وعنده احمد الاحمر ياخد الكوره يموه ويشوط. طبعا الجون بتاع الاهلي كان متالق، لعيبه النادي الاهلي كانت متالقه. فامبارح الاهلي قابل النهائي نادي سبورتنج. الاهلي كسب الكاس، الاهلي بيكسب الكاس والدوري السنه دي للمره العاشره في تاريخه. الاهلي بيكسب الكاس للمره العاشره في تاريخه، بيجمع بين الدوري والكاس للمره الرابعه في تاريخه. الاهلي بيجمع بين الكاس والدوري. الاهلي كان بيلعب سبورتنج امبارح، كسب 32-22، فرق 10 تجوان. يعني بقول لك الاهلي بيجمع بين الدوري والكاس في كره اليد للمره الرابعه في تاريخ النادي الاهلي في كل البطولات شغال زي الفل. الاهلي بص يا لو يدعونا نعمل في الصمت، لا في رئيس نادي بيطلع يتكلم ولا في مش عارف ايه زي الناحيه الثانيه كده. في حته كده ضحكتني بتقول لك ايه، النادي الزمالك الاكثر جماهيريه في الوطن العربي. طب حضرتك جبت الاحصائيه دي منين؟ رئيس نادي الزمالك قال كده. طب ممكن اعرف حضرتك جبت الاحصائيه دي منين؟ حضرتك نزلت في الشارع وسالت كل واحد في الخليج العربي، قلت له انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ فرح قال لك انا زملكاوي. طب حضرتك جبت المعلومه دي من شركه او موقع يعني، فانت حضرتك جاي تقوله، ولا ده انت حضرتك بتمن علينا بفكرك فانت بتقوله كده من خيالك؟
اصل هما سبحان الله التفه بتتف كلهم بيلحسوها. هتلاقي كل بقى الزملكاويه، الاهلي الزمالك الاكثر شعبيه في الوطن العربي، الزمالك الاكثر شعبيه في الوطن العربي، في سوريا مش عارف فين. وتروح الناحيه الثانيه. يعني معلش النادي الاهلي ما بيتكلمش، بس بقى ايه، الاهلي ما بيتكلمش بس في حاجات بتتكلم. زي الاهلي لما بيروح يلعب في الامارات في كاس السوبر، بيروح يلعب في قطر يا سيدي في بطوله كاس العالم، بيروح يلعب في المغرب، بيروح يلعب هنا، بيروح يلعب هنا، بتلاقي ايه؟ لا جماهير النادي الاهلي. الاهلي لما بيلعب في الامارات في كاس السوبر، الاهلي والزمالك اهو، الامارات دي من الخليج العربي، ايه الدنيا، تلاقي جماهير الاهلي واخده التذاكر كلها، واخده من جماهير الزمالك، واخده من جماهير الزمالك تذاكر كمان، واخده مقاعد من جماهير نادي الزمالك. فانت ما تجيش تقنعني بحاجه انا مش شايفها غير حضرتك انت اللي شايفها. الجماهير الزمالك اكتر من جماهير النادي الاهلي، ليه يا عم الحاج؟ انت عرفت منين حضرتك؟ وطول ما انتوا قناه هزين الروس دول، الناس اللي بتعمل كده دي، اللي سبحان الله بتنافق في رمضان، مع ان مفيش نفاق في رمضان بس النفاق شغال. الناس اللي بتعمل كده دي، طول ما انت شاغل بالك بالنادي الاهلي عمرك ما هتوصل للنادي الاهلي، وعمرك انت ما هتفلح. لان فلاحك لما تبقى في نفسك وتعدل من نفسك عشان توصل للنادي الاهلي. امال انت لا، طول ما انت شاغل بالك بالنادي الاهلي عمرك ما هتوصل. وخليك شاغل بالك بالنادي الاهلي وبجوزيه مورينيو باللي انت جايبه ده، ولا جوارديولا، ما اعرفش انت، ولا هيضيف حاجه للزمالك ولا هيعمل حاجه للزمالك. لان الزمالك انا عارف العيب فين، واكيد كلكم عارفين العيب فين. انا بقول لك هو جايبين مدرب زي الفل، والله المدرب ده لو على الناحيه الثانيه والله يا لهوي كان عامله منه اله وعبدوه، استغفر الله العظيم يا رب. زي ما شفنا كده فيريرا بتاعهم ده خد 2 دوري بالاحتواء بالتحكيم بالتعريض، عملوا منه بروف، عملوا منه بروفيسير. الراجل ده لا فيه تعريض ولا فيه احتواء ولا فيه اي حاجه، ده الحكام جايين عليه وعامل احصائيات انا قلتها زي الفل زي الفل. اذا عجبك الفيديو ما تبخلش عليها. صحيح هنقول لك ترتيب الدوري. الاهلي كده بعد مباراه فاركو، الاهلي 50 نقطه من 20 مباراه. انا اعرفك بس الفرق بين الاهلي والفرقه الثانيه. فيوتشر من 23 مباراه 48 نقطه. بيراميدز من 23 مباراه 43 نقطه. الزمالك من 23 مباراه 39 نقطه. يعني الاهلي 50، فيوتشر 48، بيراميدز 43، الزمالك 39. هو ده الزمالك فعلا، هو ده الزمالك المكان اللي يستحق. عشان كده ما انت طول ما انت بتنافق هتلاقي نفسك متاخر في الترتيب. اطلع قول يا اخي الصح فين. مش عيب لما اقول العيب في الاداره، بس لو قلت العيب في الاداره مش هاكل عيش. بس انت بتاكل عيش بالنفاق، فهي برضه عيش يعني مش عارف. 50 لايك بقى بالله عليك. اذا عجبك الفيديو ما تبخلش عليها باللايك والاشتراك وتفعل الجرس. يعني 50 فيديو مش كتير، بيتهيألي يعني 50 فيديو مش كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.